السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة هنبدأ في قناة ديفنس، ودلوقتي هنسأل عن شوية أسئلة للبياع والتاجر. ليه التاجر بيبقى عنده السلعة جايبها على السعر القديم ووقت ما تغلى يبيع على السعر الجديد؟ هل ده حرام أم حلال؟ عموما عشان نجاوب على السؤال ده تمام لازم نتكلم في حاجتين. هو بيبقى جايبها على الثمن القديم، كلام جميل، ولما بتغلى بيبقى زاد الجنيه، لا انا بزودها نص. يعني هي كنت ببيعها ب5 بقيت ببيعها ب5.5 عشان لما امشي اجيبها تصفى عليا انا ال5.5 هي. لكن لو بعتها مثلا ب5 زي الاول لا، طب ما انا كده احط من جيبي عشان لما امشي هلاقيها ب5.5، يبقى انا بايعها ب5 وامشي اجيب ب5.5، يبقى انا كده لازم احط انا من جيبي الخاص. فطبيعي لازم يعني ما بغلهاش الغلو اللي هو زي السوق ما ماشي، لا طالما عندي السلعة على القديم، هي مثلا لو بقت ب6 جنيه ببيعها ب5.5، بقت ب8 جنيه ممكن ابيعها مثلا ب7 جنيه ونص على سبيل المثال، ان هو مش ببيعها كأن انا لسه جايبها حاجة. ده اللي ممكن نقول عليه. اهم شيء ان انا ما احوش البضاعة وما احوش السلع عن الزبون. لما يدخل يقول لي عندك كذا، حتى لو انا سامع ان هي هتغلى كمان نص ساعة، ما ينفعش ان انا اقول له مفيش، ما ينفعش ان انا اقول له مفيش حتى لو انا سامع ان هي كمان نص ساعة هتغلى، لان كده دخلت ان الموضوع فعلا لو انا حشتها عن الزبون وهي عندي، كده دخلت ان الموضوع ده كده مش حلال. كده احنا فهمنا السؤال الأول. السؤال التاني، هل البياع مستفيد من حركة زيادة الأسعار دي لما يكون مخزن السلعة يشتريها مثلا على 3 ويبيعها على 6؟ ايه الحل في كده؟ يا جماعة البياع اللي بيعتقد ان غلو السلع وزيادتها ده في مصلحته، ده بياع احنا بنسميه مبتدئ. يعني ايه مبتدئ؟ يعني جديد في المجال، يعني مش فاهم حاجة لسه. ازاي؟ لان دلوقتي على سبيل المثال دلوقتي الشاي زاد، حلو الكلام، طب الشاي زاد مثلا كام؟ 8 جنيه في الباكو، كلام جميل، ماشي، زاد وهو عندي انا كسبت 8 جنيه. بس شوف الشاي بقى دلوقتي، انا كنت مثلا بخلص 5 كيلو شاي مثلا في اليوم، كلام جميل، حلو، انا دلوقتي هخلص كام كيلو في اليوم؟ ممكن هبيع باكوين شاي، اقصى حاجه 3 بواكي شاي على سبيل المثال. فلما الحاجه بتزيد حتى لو انا كنت جايب الحاجه ديت بجنيه وبعتها ب3 جنيه مثلا، كسبت 2 جنيه بس. خلاص بعد كده الحاجه ما بتشتغلش. فانا اهم ما في الموضوع ان الحاجه تبقى شغاله عليها طلب. يعني ممكن حتى لو هكسب في الحاجه نص جنيه، بس اهم حاجه زيادة سحبها. ما يهمنيش انا كسبت في الحاجة، ما ممكن في مثلا سلعة معينة ممكن اكسب فيها مثلا 7 جنيه بس هي مش شغالة، فانا كده ما استفدتش بالسلعة دي. يعني ممكن سلعة مثلا يكون فيها مكسب 30 جنيه وهي مش شغالة، طب انا ايه اللي كسبته؟ لكن في سلعة ممكن يبقى فيها شيلن بس شغالة، ده اللي يهمني، ده اللي انا كبياع ببقى عايزه بشتغل عليه. ممكن كان في البيبس الميني، تمام، البيبسي الميني ده كان ب3 جنيه، حلو، الباكيته كلها اصلا كان فيها 2.5 بس هي شغاله، انت بتخلص لك مثلا في اليوم كذا باكيته، فانت بالنسبه لك ده كويس. لو كل حاجه تبقى بالشكل ده، انا واحد من الناس كبياع امين، لكن مش ما عنديش سلعه بقى نايمه وشغلها نايم ويكون فيها مكسب 30 جنيه، طب ما انا ما استفدتش. هبيع ايه مثلا؟ هبيع منها قطعه قطعتين خلال السنه، كده ما استفدتش. لكن لو ابيع 50 قطعة 60 قطعة مثلا والقطعة دي فيها نص جنيه، انا بالنسبة لي ده افيد لي. فانا بالنسبة لي اهم حاجة ان البضاعة ما تغلاش، انا اهم حاجة البضاعة ما تغلاش. البضاعة طول ما غليت طول ما نامت وطول ما اشتغلتش، وعشان كده الايام ديت الكل بيشتكي. ليه؟ ما هي البضاعة بتغلى. طب ما الناس مخزنة وليه بتشتكي؟ هتقول لي ليه بتشتكي؟ لان الاول اللي كان بيبيع مثلا باكيتتين مثلا كنز، دلوقتي بقى بيبيع باكيتة، وهكذا في كل حاجة. ان البضاعة حاجة احنا عندنا يا جماعة ان السلعة تبقى شغالة، هو ده اهم حاجة، الطلب عليها. سيبك بقى من مكسبها ايا كان مكسبها. ممكن الحلويات مثلا على سبيل المثال العلبة كلها ممكن اقول لك فيها 2 جنيه بس هي شغالة، فاحنا عشان كده بالنسبة لنا ده كويس. لكن ما يهمنيش ان علبة ومش شغالة تمام وفيها مكسب، لا ده ما يخصنيش، ده بالنسبه لي انا مش حلو. عشان كده احنا مش مستفيدين من الغلو اللي بيحصل. انا بالنسبه لنا الحاجه ما تغلاش والدنيا تبقى جميله، احنا بالنسبه لنا عايزين البيضه تبقى بنص،
ما انت دلوقتي الاول مثلا ايام ما كانت البيضه بنص ممكن كنت تبيع لك 30 طبق في اليوم. دلوقتي وقت ما البيضه بقت ب 2 جنيه 75، لا انت هتبيع لك كام طبق؟ يعني 9 اطباق في اليوم، ده بس مش اقصى زي معدل. الأول. بس فالاول كنت بتكسب مثلا في الطبق ممكن 3 جنيه، دلوقتي هتكسب في الطبق هي ال 3 جنيه بس. فده اللي احنا بنقوله، ان مفيش يا جماعه بياع مستفيد من الغلو اللي بيحصل ده. طب تقدر تقول لنا ايه اخبار السوق الايام دي بعد ارتفاع الاسعار؟ يعني هل في شغل ولا مفيش، ولا ايه السوق بالظبط؟ يا جماعة ده شيء طبيعي، بعد ما السلعة زادت طبيعي كده كده الحاجة هيقل السحب من عليها، هيقل الطلب من عليها. لأن الحاجة دلوقتي، الحاجة مثلا كنت بجيبها ب2 جنيه بقت ب3 جنيه ونص. طبيعي مثلا كنت بجيبها كل يوم، لا دلوقتي ممكن أجيبها كل يومين، كل 3 أيام، لا ممكن أجيبها كل أسبوع، لا ممكن أستغنى عنها. ليه هستغنى عنها؟ ممكن تكون سلعة مكملة. يعني إيه سلعة مكملة؟ يعني يمكن الاستغناء عنها، مش لازم أجيبها، فعادي هستغنى عنها مفيش مشكلة يعني. فده من الطبيعي ان كده كده طالما السلع زادت طبيعي كده كده السوق هينام شوية، ده طبيعي لحد بقى ما الدنيا تبدأ تفك ان شاء الله، وكله على الله. طب تفتكر الاسعار هتنزل او ترفع تاني؟ يعني ايه الاستقرار فيها؟ لا هو من المتوقع ان مفيش حاجة هتنزل، لا هو بالعكس ان السلع هتزيد تاني، انك داخل على سنة جديدة والدنيا كل يوم في الطالع، فمفيش حاجة بتقولك ان ممكن اي سلعة تنزل. في حاجات بقى ممكن تنزل، مثلا على سبيل المثال البيض، الحاجات دي يوم فوق ويوم تحت زي ما بيقولوا. الدواجن، الحاجات دي لها الحاجات سوق اللي هي تاني. تبع البورصة. الحاجات دي لها سوق تاني عكس السلع الاساسية اللي هي دي. مثلا باكو الشاي ده بقى ب35 خلاص كده بقى ب35، ده بقى ب6 خلاص بقى ب6. لكن البيض ممكن يوم تيجي تلاقيه ب3 جنيه، يوم ب2 جنيه ونص، يوم ب2. فمش معنى ان البيض نزل يبقى كل السلع نزلت، لا هو ده مش طبيعي. فاحنا ان شاء الله عامة بنتمنى ان كل حاجة تنزل، مصلحة ليا ومصلحة للزبون ومصلحة للغلبان ومصلحة للبني ادم اللي حاله على قده. فان شاء الله باذن الله كله على الله، وعايزين نبقى متفائلين في نفس الوقت. بس احنا بنتكلم في المنطق والواقع، لكن بالنسبة للتفاؤل لازم البني ادم يبقى متفائل حتى لو الدنيا شايفها بص سواد في سواد، لابد من الواحد يبقى متفائل باذن الله للمستقبل. وده الموضوع اللي كنا عايزين نتكلم فيه، وكان معكم زياد المصري واشرف المصري. ولو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل زر الجرس ودوس لايك.